السلام عليكم. النهارده عندنا ماتش مهم جدا في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية مع انتر ميامي. السادة المحللين اللي موجودين في القنوات بقالهم فترة بيتكلموا عن إن الماتش ده سهل، يعني من أسهل الماتشات اللي هتقابل الأهلي في البطولة. أنا بختلف معاك لأنه الفرقة دي فرقة منظمة بتلعب بقالها كتير مع بعض، وزي ما انتوا شايفين كده في الفيديو ده، زي ما انتوا شايفين كده كمية الباصات والتناغم. بص الباص ميسي جوه، ادي الهدف اللي بعده. بص ميسي طبعا خطير جدا. ميسي يا جدعان، يعني ده مهما كان ميسي. هو ميسي مش الفرقة لوحده بس مؤثر برضه. تقدر تقول انه بص انسجام في الفرقة كويس، وبتلاعب لعيبة كبيرة. يعني تقدر تقول كده بالبلد زي ما احنا بنقول، البلد الورد يدبل ورحت فيه، البرد يدبل ورحت فيه. فهيفضل ميسي هو ميسي حتى لو هو يعني كبر في السن او كده. لا، وتحركاته خطيرة جدا يا جدعان. الموضوع مش سهل، يعني انتوا مسهلين انتر ميامي قوي علينا. مش عارف ليه يعني. عكس طبعا ما احنا عندنا لسه في عناصر كتير دخلت على الفرقة جديدة، زي تريزيجيه وزي زيزو وزي محمد بن رمضان وزي ديانج اللي لسه راجع. فالموضوع عندنا ان انت عندك لعيبه اقوياء بس غالبا معظمهم ما لعبش جنب بعض، فهيبقى عندك صعوبة شوية في الانسجام. ولكن إن شاء الله إحنا قدها بإذن الله، ونعمل بطولة مشرفة. وأهم حاجة الدعم الجماهيري اللي أنا شايفه هناك، والمصريين يقدروا يعملوا أي حاجة. والدليل على الكلام ده الفيديو اللي هتشوفوه دلوقتي. احلى اهلاويه.